النار الزرقاء اللي بتسوي اكلك دلوقتي بدات رحلتها من ملايين السنين تحت ضغط وحراره مفيش بشر يتحملها. الغاز الطبيعي مش مجرد غاز، ده الشبح اللي العالم كله بيتخانق عليه دلوقتي. تعال اقول لك ازاي بنصطاده من تحت الصخور، وليه مصر بقت لاعب اساسي في اللعبه دي. الموضوع مش مجرد حفر وخلاص، دي عربيات مجهزه بسونار بيرسم صوره 3 دي لباطن الارض عشان نعرف الكنز مدفون فين بالظبط. ولو الخريطه نورت بنبدا معركه الحفر بنفق فولاذي بنبنيه وسط الصخور، وبنضخ سائل سحري بيبرد راس الحفر عشان البير ما ينفجرش في وشنا من كتر الضغط. عالميا روسيا هي الملك، لكن المفاجاه الحقيقيه هي مصر. في سنين قليله مصر عملت طفره واكتشافات ضخمه زي حقل زهر خلتها رقم 16 على مركز اقليمي للطاقه في المنطقه. يعني ورا شعله بوتاجازك دي في منظومه عالميه والاف المهندسين بيسهروا علشان تفضل قايده. الغاز الطبيعي هو الموقد الاذكى، وبسببه خارطه العالم بتتغير كل يوم. تفتكروا الغاز هيفضل هو الملك، ولا الهيدروجين الاخضر هو اللي ممكن يسحب منه البساط قريب؟